السلام عليكم خوتي الوداديين ومرحبا بكم في القناة ديالكم قناة بريس بطولة. دائما كنحط لكم فيديوهات وكتجيب بعض التفاعل وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وكنتمنى لكم في حسن الظن ديالكم. في هذا الفيديو غادي ان شاء الله نتكلموا على رئيس نادي الوداد الجديد ان شاء الله اللي غادي يقود الفريق الودادي. وهذا النسبة اللي كتقرب لنا واحد الرئيس، يعني تقريبا 95% كتقرب لنا واحد الرئيس دا واحد الشعبية كبيرة. راه بالنسبة لكم راه تكونوا عرفتوه. وكاين واحد انسحب من المنافسين الأسبوع اللي فات، وأمس انسحب واحد آخر من أجل يعني مستقبل إدارة نادي الوداد يزيد قدام. بغاني يوضعوا واحد يعني تايقن فيه، عنده واحد الحكمة كبيرة من ناحية قيادة الفريق، وكيشوفوا فيه مستقبل ديال نادي الفريق الودادي. وهذا يعني منافس، يعني ضرب وخلى المنافس الاخر هو اللي يقول يعني هذا شرف مزيان ليهم صراحه، وشرف مزيان للوداد باش يطلعوا الوداد تزيد قدام ان شاء الله. وفي هذه المواضيع كلها غادي نتكلموا ان شاء الله. وفي موضوع اخر نتكلموا على يعني واحد الصفحه ديال الوداد حطت واحد التغريده ديالها كتبشر الوداديين بان كاين 6 ضياف بالنسبه للوداد الرياضي، وغادي تبشر بهم الوداد ان شاء الله في القريب الاجل. وما عليكم الا تكملوا معايا المواضيع ان شاء الله ديال هذا الفيديو هذا الى اخر الفيديو، وتحطوا لايك للفيديو ودعمونا بالاشتراك. خوتي الوداديين، كاين واحد الخبر مزيان كيهم ايت منا ومحبين ديال نادي الوداد الرياضي، وهو كالتالي: سعد الله ياسين كان مرشح لرئاسة نادي الوداد الرياضي، ولكن قبل نهار واحد من الجمع العادي للنادي قرر يسحب الترشح ديالو. هذه الخطوة جابت صدمة كبيرة لعشاق النادي وللوسط الرياضي بصفة عامة. سعد الله في بيان وصل للصحافة وقال باللي هو دار هذا القرار من أجل المصلحة العليا للنادي الأحمر وتلبية مطالب الجماهير. هادشي كيبين باللي سعد الله كيحترم النادي والجماهير وكيبغي يشوف مصلحة الفريق فوق كل شيء. سعد الله موقفش هنا، بل تمنى التوفيق والنجاح للائحة المرشحة لتولي مهمة الوداد والسير بالنادي للقمة. قال في التصريح ديالو: رغم الانسحاب أؤكد أن جميع الأعضاء مستعدين لخدمة ودعم وتشجيع النادي بغية الوصول لمستقبل ظاهر. هاد الكلمات كيحمسوا الجماهير وكيعطيهم الامل باللي الناس اللي كيبغيو الفريق الودادي مستعدين ديما يدعموه، سواء كانوا في المكتب المسير او لا. قبل سعد الله كان انس كورامي انسحب الاسبوع اللي فات، يعني الان المرشح الوحيد اللي بقى هو هشام ايت منا. الكل كينتظر الجمع العام اللي مقرر عشيه اليوم الاربعاء باش يتأكدوا من تنصيب ايت منا رسميا رئيسا جديدا لنادي الوداد الرياضي. انسحاب سعد الله ياسين وأنس كورامي كيبين باللي المنافسة على رئاسة الوداد ماشي سهلة وكتحتاج تكاتف الجهود وتضحية كبيرة. الجمهور ديال الوداد كيبغي يشوف فريق ديالو في القمة، وكيطالب بمسيرين عندهم رؤية واضحة وخطة محكمة باش يحققوا النجاح للفريق. في خلاصة القول، القرار ديال سعد الله ياسين بالانسحاب كان خطوة مفاجئة، ولكن كيبين الروح الرياضية والحب الكبير اللي كيمتلكوا للفريق الأحمر. كيبقى الأمل الآن في هشام ايت منا باش يحقق طموحات الجماهير ويسير بالنادي نحو النجاح والتألق. فيما كيخص خبر اللاعب الموريتاني محسن بادا، نتكلم عليه في هذا الموضوع. هو شد الدولي الموريتاني محسن بادا نجم نادي نواديبو الرحال الى مدينه الدار البيضاء يوم الاثنين قبل امس باش يوقع مع نادي الوداد الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. هذا الانتقال خلق ضجه كبيره في الساحه الرياضيه، خصوصا ان محسن بادا كان مطلوب من عده انديه معروفه في افريقيا. حسب الصحفي الموريتاني الشيخ سيد المختار اللي كتب تدوينه على حسابه الرسمي في الفيسبوك، محسن بادا غادي يوقع مع الوداد الرياضي في صفقة انتقال حر. هذا الخبر فرح بزاف الجماهير الودادية اللي كتمنى تشوف الفريق ديالها كيعزز الصفوف بلاعبين مميزين. الشيخ سيد المختار قال في المصدر ديالو أن محسن بادا فضل عرض الوداد الرياضي رغم العروض اللي جاته من سيمباط التنزاني والهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي وفريق موريتاني في تاكلوب.
والنادي الافريقي التونسي. هذا القرار كيبين باللي محسن باده كيامن بالمشروع الرياضي ديال الوداد وكيشوف باللي عنده مستقبل ظاهر مع الفريق الاحمر. الاعلام الموريتاني اكد كذلك ان الوداد الرياضي توصل لاتفاق مع محسن باده باش يحمل القميص النادي لمده 3 سنوات مع خيار التجديد. هذا الاتفاق كيأمن الاستقرار للاعب وكيرسخ الرؤيه ديال الوداد في الاستثمار في المواهب الافريقيه والاعتماد عليهم لتحقيق النجاحات. من المرتقب ان محسن باده يدير فحوصات طبيه اليوم الثلاثاء امس قبل ما يوقع رسميا مع الفريق. هذه الفحوصات الطبيه هي الخطوه الاخيره قبل ما يبدا مشوار جديد مع الوداد الرياضي. الجماهير الوداديه كلها امل وتشويق باش تشوف اللاعب الجديد كيفاش غادي ينسجم مع الفريق ويقدم افضل ما عنده. بالنسبه لمحسن باده هذا الانتقال كيشكل فرصه كبيره باش يبرز في الملاعب المغربيه والافريقيه، خصوصا ان الوداد الرياضي كيلعب في مسابقات كبيره بحال دوري ابطال افريقيا وكاس السوبر الافريقي. الجمهور كيأمل ان محسن باده غادي يكون اضافه نوعيه للفريق ويساعده باش يحقق مزيد من البطولات والالقاب. خلاصه القول، انتقال محسن باده للوداد الرياضي غادي يكون خطوه مهمه في مسيرته الكرويه وكيبين باللي الوداد باقي كيعزز الصفوف ديالو بلاعبين مميزين باش يبقى ديما في المقدمه. الجماهير كتنتظر بفارغ الصبر باش تشوف محسن باده كيرتدي القميص الاحمر وكيعطي كل ما عنده للفريق. في موضوع آخر فيما يخص الوداد، غرد في تدوينة عبر منصة تويتر الخاصة بالوداد الرياضي عن الوداد الرياضي قريب جدا يرحب ب6 أعضاء جدد في فريق كرة القدم ديالو. هاد الأعضاء الجداد غادي يجيبوا معهم روح جديدة للفريق ويقويوا التشكيلة باش يكونوا واجدين للمنافسة الجاية. الجماهير كتشوف بزاف ديال الأمال في هاد الانتدابات باش الفريق يبقى في القمة ويحقق الانتصارات اللي كيتسناها الجمهور الودادي. بلا شك الإدارة دارت مجهود كبير باش تجيب اللاعبين اللي غادي يكونوا إضافة حقيقية للفريق. مرحبا بهم في عائلة الوداد. خوتي الوداديين، كنتمنى من هذا الفيديو كان يكون نال الاعجاب ديالكم وتحطوا لي في التعليقات يعني المواضيع اللي كيهمكم نديرهم في فيديوهات. انا كنشوف بعض المتابعين تيقول يعني انا عارف بان هاد المواضيع حنا عارفين حنا خصنا جديد، حنا ما يمكنناش نكذبوا ونحط لكم الكذوب ونقولوا بان هذه راه جديد. يعني حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه، حنا كنبغيو الدعم القناه المتواصل دائما، ماشي غير البوز وصافي وحبس. حنا عارفين هاد المواضيع بانها دايزه، ولكن ضروري ما خصناش نغيبوا عليكم ونناقشوا هاد المواضيع لانها كتهم النادي الوداد الرياضي. ولا كان شي حاجه جديده راه غادي نوصلوها لكم نتوما الاولى ان شاء الله. فما عليكم الا لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. يلا اراكم في فيديو